حديث أوس بن أوس في السنن. وهذا الحديث الحقيقة ثوابه لم أجده في نص من النصوص. أنا لم أجده، ربما يعني يغيب عني النص، لكن لم أجده، وكأني أذكر أن بعض العلماء قال لا أعلم، كان ابن خزيمة قال لا أعلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أجرا مثل هذا. وده يوم الجمعة. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو. يبقى عندنا كم حاجة اهو: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو. 5 حاجات اهو. ايه بقى ثواب هذا الإنسان؟ قال عليه الصلاة والسلام: له بكل خطوة أجر عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. ده حاجة عظيمة جدا. كل خطوة بعمل سنة، وهذا حديث صحيح. ده الذي ذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة، غسل واغتسل، أي أنه أتى أهله فأوجب عليها الغسل واغتسل هو، وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام. لأن دنا من الإمام مرتبطة ببكر وابتكر. ليه؟ يعني راح المسجد بدري، راح المسجد بدري. وطبعا احنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بقى ايه: المهجر إلى الجمعة الذي يأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، والذي يأتي في الساعة الثانية كأنما قرب كبشا بقرة، والثالثة كأنما قرب كبشا، وبعدين كأنما قرب دجاجة، وكأنما قرب بيضة. فدي ثواب كل إنسان على حسب إيه؟ على حسب تبكيره وذهابه إلى صلاة الجمعة. يبقى دنا من الإمام، يبقى يكون في الصف الأول بينه وبين الإمام حاجة بسيطة خالص، أو هو وراء الإمام مباشرة، ودي ما يجيبهاش إلا إذا دنا، لا سيما إذا كان المسجد مسجدا مطروقا يطرقه ألوف الخلق وكل يتسابق على الحضور أولا، فده بقى يحتم عليه إن هو إيه؟ إن هو يبكر في الذهاب إلى المسجد. ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو.